السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا هنتكلم في موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو توليد سريع جدا، لانه هو بيقدر ينتج لك محتوى او صوره او فيديو او مقال من خلال النص او البرومنت اللي انت تكتبه الصوره او الفيديو اللي انت عايزه، فهو بيطلع لك الحاجه دي بسرعه جدا عباره عن النص اللي انت كاتبه. النهارده انا هفهمك كل حاجه في الذكاء الاصطناعي عشان تبقى عارف ازاي تتعامل معاه. بس هو بيقدر يتعامل كأنه نمط عشان يقدر يطلع لك الوصف اللي انت عايزه من خلال البرومنت. هتقولي يعني ايه برومنت؟ ان انا بتكلم عليه. البرومنت ده انت بتكتبه للذكاء الاصطناعي في الصوره اللي انت بتعملها عشان يطلع لك الصوره اللي انت عايزها، وهو بالتالي بيبدا يتتبع الخطوات اللي انت بتكتبها في البرومنت عشان يطلع لك الصوره اللي انت عايزها. والعمليه دي بتتسمى بالتعلم العميق. تاني نوع من الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الاصطناعي النصي زي شات جي بي تي. شات جي بي تي انت تقدر تتواصل معاه بصور، وهو يقدر مثلا يعدل لك على الصوره، بس انت ليك عدد محدود من الصور. وكمان بيقدر يساعدك مثلا في صناعه المحتوى، او مثلا سكريبت لو انت عايز تتعلم مونتاج، لو انت عايز تعمل انتاج، هو برضو بيبدا يساعدك لانه هو شات جي بي تي نصي، مش بيتعامل اللي هو انشاء فيديو بالصور او بالنص. لكن لو انت عايز تطلع صوره من الذكاء الاصطناعي فانت لازم تكتب برومنت مفهوم جدا بالنسبه للذكاء الاصطناعي عشان يقدر يطلع لك الصوره اللي انت عايزها. ثالث نقطه معانا هي ازاي استخدم الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي تقدر تستخدمه في اكتر من حالات كتير، زي مثلا صناعه المحتوى، كتابه سكريبت، كل حاجه انت عايزها هو ممكن يقدر يطلعها لك بكل سهوله. بس ده مش معناه ان انت تاخد منه الحاجه او الكلام او النص اللي انت عايزه بدون مراجعه، لا، انت لازم تراجع النص بتاعه عشان هو طبعا مش هو بشري، فهو بيديك معلومات اكيد مش موثوقه 100%، فانت لازم تراجع عليها واحده واحده. هو برضه هيديك معلومات بنسبه 99% صح، بس برضه ممكن يكون 1% غلط لان هو مش بشري. الذكاء الاصطناعي هي مش بس اداه سحريه، لا، هي فعلا رياضه معقده، بس هو يعتبر مراجعه وتوجيهات ليك. ولو انت جربت تستخدم الذكاء الاصطناعي قبل كده اكتب لي رايك في كومنت. وبس كده يا صديقي، لو وصلت للاخر ما تنساش اللايك والسبسكرايب. صلي على النبي.